السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي بنحاول نديكم مقتطفات في 5 دقايق اللي هي في الحاجات المهمة بالظبط. دلوقتي احنا المفروض ان احنا نجيب البنسة تحت الابط، خلصنا بطرولنا وعايزين البنسة من تحت الابط هنا. ماشي. انا ما عنديش قواعد والتزامات بالظبط ان انا اجيب البنسة، بس في ناس بتقول لك احنا عايزين قاعدة تكون ثابتة. طيب احنا هنفضي البنسة من اي اتجاه كده عند خط الوسط مثلا، وهطلع عند بوز البنسة الفعلي. خلاص، وهقفل البنسة كالمعتاد. طبعا في حد ممكن يقول لي ايه اللي جاب البنسة هنا، احنا عايزينها هنا. ممكن نهدى بعضينا مع بعضنا كده ونشوف الناتج للاخر. ماشي، لان هما اللي طالبين البنسة بيقول لك ان انا دلوقتي لما باجي اشتغل البنسة بيحصل معايا ان القماش بيبرم شويه مني، وبتكون الاتنين مش قد بعضهم، او واحده تكون عدله وواحده تكون معوجه. فاحنا هنديكم دلوقتي طريقه تكون سهله ان البنسة تكون مظبوطه. طيب احنا خلصنا على كده. هحط المثلث بتاعي اهو عند حرف البنسة بردك كده بالظبط، ويكون زاويه قائمه مع الحرف البطن للقماش اهو، او الحرف الورق. خلاص بالظبط كده، وافتح البنسة في المكان اللي انا عايزه قصادها بالظبط اهو، وهرجع تاني وارجع ورقي كما كان. هتقولوا لي لفه، هقول لكم انا عارف ان لفه. عشان كده دايما انا بتعمد في شغلي ان انا ابعد عن اللفات دي كلها وادي طريقه مختصره لكل حاجه اهو، وارجع كل حاجه زي ما كانت. كده الوضع الصحيح للبنسة. لو تفتكروا زمان في الاول لما كنت بقول لكم من حدود 6 سم او ل 7 سم نقيس مع بعضنا، دول هنلاقيها 6 سم وكسور، فما فرقتش. يعني ده ما انا اقعد الف اللفه دي كلها. طب ما انا لو خدتها من 6 سم وطلعت واحطها هنا، كل واضح كده. كده لزقت ورقه، وبنقل بوز البنسة من هنا 3 سم لقدام كده. اصبح ده البوز الاصلي، اصبح ده البوز الاصلي. برجع زي ما كنت، وبكده انا عملت بنسة الجنب بطريقة تانية. ماشي، وهنتابع مع بعضينا كل الاراء اللي وصلت لتصريف البنس. كل واحد بيبقى ليه طريقته في تصريف البنسة. ماشي، بس انا بعمل الطريقة اللي هي في المستوى التاني، ان انا هديكوا اكتر من طريقة. عشان احنا في المستوى الاولاني احنا اديناكوا زي منشط كده اكنه عنوان الجريدة بالظبط، لكن بعد كده بنبدأ نتعامل معاكم من أكتر من جزئية، وكل حاجة هنلاقي فيها ثغرة هنعمل حلقة جديدة ونعالج فيها الثغرة، وهكذا. ده كده البنسة الجديدة في وضعها الجديد تحت الإبط. ماشي. النهاردة بالمناسبة هنسألكم الدعاء للحاجة عائشة أم الأنسة اللي بتصور الجندي المجهول، ووقفة حداد وقراءة الفاتحة على روحها وعلى أرواح جميع أموات المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.